يا أهلا يا أهلا. اليوم بإذن الله راح أسوي معاكم وصفة مرة لذيذة رمضانية بتزين معدتكم الرمضانية، ووصفتي راح تكون برعاية سولو العجينة الأصلية. تعالوا نشوف. طبعا سولو متوفر منها عدة أنواع زي ما انتم شايفين قدامكم. موجود عندنا بالفرن لايت وبر، وللقلي موجود نوعين، حجم كبير وحجم صغير، وأيضا موجود نوعين من سولو رافيولي اللي بيسهل عليكي عملية الرافيولي من الحشو وكل شيء، بس مجرد تسوين الصوص وتسقطين حبات الرافيولي فيه. تعالوا نشوف وصفتنا اليوم. بإذن الله اليوم بسوي معاكم تاكو، راح استخدم فيه عجينة الفرن بإذن الله من سولو. هذه العجينة اللي راح استخدمها، وإن شاء الله في الأيام الجاية راح تشوفوني أسوي وصفات كثيرة وبشارككم إياها أكيد باستخدام هذه العجائن اللي بتسهل علي العمل. تقدرون تستخدمونها للحلو أو تقدرون تستخدمونها للمالح. إن لقيت وقت سويت معاكم وصفة حلو باستخدام عجينة البر، أو إذا ما لقيت اليوم بسويها يوم ثاني وأشارككم الوصفة. تعالوا مع بعض ونبدأ نجهز حشوتنا. طبعا راح أحط الدجاج، قطعت هنا الدجاج. راح أضيف الثوم وبحركه شوي، بعدين راح أضيف البصل. نضيف البصل وأقلبه. راح أضيف الحشو فيه فلفلة ملونة قطعتها برضو مرة صغير. كل شي قطعتها صغير بنات، لأن السمبوسة حقتي صغيرة. عجينة السمبوسة سولو، عجينة السمبوسة الأصلية طبعا صغيرة، حجمها صغير. فضفت الفلفلة الملونة وخليت الأشياء كلها صغيرة عشان لما أحكي يطلع شكلها مرتب. نبدأ الآن إضافة البهارات. راح نضيف الملح، الفلفل الأسود، بهارات الفاهيتا أو أي بهارات مكسيكية تفضلينها، التاكو، الفاهيتا. كنت أبي أحط تاكو بس ما عندي. البابريكا يفضل تكون مدهنة، ورشة أوريجانو تعطيها نكهة مرة حلوة. بس طبعا لسه ما خلصنا، نخلط هذه المكونات كلها مع بعض. الآن بنات راح أضيف صلصة الرانش. على كميتي هذه حول ملعقة صلصة الرانش وملعقة من الصلصة الفرنسية، وأقلب هذه المكونات مع بعض، وكذا صارت حشوتي جاهزة. خلوها على جنب. بس راح استخدم اليوم بإذن الله عجينة سولو الفرن، عشان راح أدخلها بالفرن. تقدرون تسوون فيها عجاين، تقدرون تسوون فيها معجنات، تقدرون تسوون فيها فطاير، مش معجنات، فطاير، صفايح. خياراتها جدا جدا كثيرة، وبنسوي إن شاء الله أشياء كثيرة بالأشياء بالعجائن الثانية. هنا يا جماعة طلعناها مع بعض، تلاقون بين كل واحدة وواحدة فاصل. شوفوا يا جماعة تنفك معاكي بكل سهولة زي ما انتم شايفين. لأني أبيها تاخذ شكل التاكو، ما أبيها تنتفخ، فبالشوكة، لأنها تنتفخ ترى بنات بالفرن، فبالشوكة بسوي فيها بهذا الشكل. بعد كذا بعد كذا بنات حليب، أي شيء يعني، بس علشان إيش؟ طبعا هذا من وراء، من الظهر، تمام. وراح أخذها وأحطها في الناتشو. عيالي جابوا ناتشو هذا الحار، فبنحاول إن احنا نلبسها كلها بالناتشو. شوفوا بنات، هنا صينية الكب كيك، وهنا هذه حقتي اللي سويتها. كل ما هنالك تاخذينها وتحطينها بهذا الشكل.
وكملي الباقي كله. خلونا نكمل كل الباقي. وشغلت انا الفرن، راح تدخل الفرن شوي وانا اشتغل. خلوني اعلمكم عن سولو. تدرون ان سولو موجودة في اكثر من 7000 نقطة بيع في المملكة، و5000 اكثر من 5000 نقطة بيع في دول الخليج. تقدرون تشترون على فكرة من عن طريق السنبلة هوم. عندهم مندوبين لجميع مناطق المملكة، لكن الطلب يكون بالكرتون. حبيت أقول لكم هذه النقطة. وفي عندهم على فكرة تقدرون تشوفون صفحتهم الانستغرام في هدايا خلال هذا الموسم. كملت المجموعة هذه وقاعدة أجهز مجموعة ثانية. على ما أجهز المجموعة الثانية راح ناخذ هذه الصينية وندخلها الفرن. ما شاء الله تبارك الله خلص التاكو حقي، دخلت الصينية الثانية. هذا هو. راح نبدأ نحشيه الآن مع بعض، بس بحطه في صينية أو في سلة أو في شيء وبعدين ببدأ أحشيهم. راح نبدأ الآن بنات نحشي التاكو حقنا. هذا التاكو راح أبدأ أخذ من الحشوة حقتي اللي يمي، وأبدأ أحطها هنا وأحشيها. طبعا تزينينها بالخس والطماطم والجبن الشيدر، فأنا بستخدم الجبن الشيدر الأصفر. الحين راح نبدأ الآن بنحط شوية خس وشوية طماطم، وأكيد ما أنسى الشيدر الأصفر. وبس تبون تذوبونها في الفرن كذا وهو حار تحطونها تذوب، بس أنا ما أبيها كذا زي التاكو. شوفوا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله شكلها مرة جميلة وأنيقة في التقديم. مين معي بيتذوق اليوم؟ أنا. يقول سوي كل الوصفات وأنا موجود عشان يتذوق. يلا ناكلها، نقول بسم الله. شيء خرافي والله. اصبر 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 خلي يسمعون. خرافي والله. خرافية. ايش رايك بأمك؟ فنانة. دايما من ابتكارك هاي صح؟ لذيذة لذيذة. قاعدة أفكر بشيء يكون حلو ومناسب يستخدمون فيه عجينة سولو، فجت في بالي فكرة التاكو لأنها شكلها مرة جميل في التقديم بيطلع، وحلوة وسهلة ما تاخذ وقت، بتختصر عليكم وقت الرق والعجن وهالأشياء. فحلوة حلوة لذيذة مرة.